السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبيب قلبي، إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض بطفور العيد الدايب بأدق التفاصيل وبأنجح مقادير إن شاء الله هيظبط معاكي من أول مرة. بس أهم حاجة قبل ما نشوف الوصفة، يا ريت اللي أول مرة يشوفني ما ينسانيش من الاشتراك في القناة، الضغط على زر الجرس وكومنت حلو ودعوة حلوة كده من قلوبكم الطيبة، والدعاء لإخواتنا بالنصر والتمكين. إن شاء الله يا حبيب قلبي هنعمله كده، وأهم حاجة نمشي على المقادير المظبوطة، وكل المكونات تكون بدرجة حرارة المكان، ما تكونش أي حاجة طالعة من التلاجة أبدا، والزبدة بدرجة حرارة المطبخ. معايا هنا المكونات، معايا 700 و 750 جرام من الزبدة، كيلو من الدقيق، 340 جرام من السكر، 100 جرام سمنة، وهنشوف هنستعملهم امتى، اللي هم بما يعادل 4 معالق، وأربع بيضات بدرجة حرارة المكان، وذرة ملح، ومعلقة فانيليا إن شاء الله. الفانيليا ما يعادل 5 جرام، والسمن والمية جرام سمنة ما يعادل 4 معالق كبيرة، والزبدة 4 كوبايات إلا ربع، والسكر 3 كوبايات بنفس المج إلا معلقتين، والكيلو الدقيق. ان شاء الله يا حبيب قلبي، الزبده ما تكونش طالعه من التلاجة ولا محجره، وما تكونش سايحه في نفس الوقت، والبيض يكون برضو طالع من التلاجة بدرجه حراره المكان قبل بوقت، والسكر يا ريت يكون طحنينه في البيت، عشان اللي بيجي من بره بيكون عليه اضافات بتغير معايا المقدار، والدقيق معايا اللي يكون بس يعني اللي هو المغلف ده، ويكون اللي هو جميع الاغراض، مش الكحك والبسكوت ولا حاجه ابدا. ومعايا معلقه صغيره من الفانيليا وذره من الملح، ولكل المكونات ان شاء الله ممكن تنفع تعمليها بايدك عادي جدا جدا، بس هتاخد بس معاكي وقت. ممكن تعمليها بالمضرب اليدوي، ممكن تضربيها بالمضرب الكهربائي او بالعجان. انا معذرة عشان عندي ظروف في ايديا كده، هضربها بالعجان. هحط اول حاجة الزبدة معايا، وهكون مركبة هنا كده في العجان اللي هو المضرب اللي هو بتاع الخفق بالشكل ده، والزبدة بدرجة حرارة المكان، ما تكونش حبيب قلبي يعني جامدة ولا طالعة من التلاجة. ومعايا هنا ال100 جرام الزبدة، هحط من نصهم، هحط 50 جرام، وهخلي معايا 50 جرام دلوقتي هنشوف هنستعملهم امتى وفين. بالشكل ده يا حبيب قلبي هشغل العجان على اللي هو ال- اللي هو بتاع الخفق ده، المضرب. اخفق الزبده كويس جدا جدا لحد ما تفتح وتهش معايا بالشكل ده. عاوزاه لونها يفتح معايا، وانا مستعمله يا حبايب قلبي زبده عاديه جدا جدا، مش نيوزيلندي ولا حاجه، اللي هي الفرن العاديه جدا جميله، وبتديني نتيجه جميله جدا جدا. بعد ما اتخفقت الزبده كويس معايا وفتحت كده ولونها والكميه بتاعتها هشت، ضفت عليها السكر وضربتهم كويس جدا جدا. شايفين يا حبايب قلبي بقت عامله كأني ضربت بالظبط كريم شانتيه، لونها فاتح يعني الكاميرا ظلمها والله. وبعد كده معايا 4 بيضات، ضفت عليهم معلقة الفانيليا، وممكن معلقة الفانيليا دي تبقى نص فانيليا اللي هي اللي بالسكر، وممكن تعملي ميكس ما بين الفانيليا البودر والفانيليا السائلة. ونضيف البيض بيضة بيضة كده، ولحد ما تختفي نشغل عليها المضرب أو الخلاط أو العجان لحد ما التانية تختفي واحدة واحدة يا حبيب قلبي، عشان ما يخرصش معايا. وأول ما نخلص خفق البيض كده بالشكل ده وهش معايا كده ويبقى في لونه فاتح، هغير بقى المضرب ده، وهحط اللي هو الكف بالشكل ده يا حبيب قلبي. لميت كل العجينه ونزل كل اللي في الجوانب، عشان لو في حاجه من الزبده في الجوانب كده اتاكد ان كلها اندمجت وانضربت مع بعض بالشكل ده. هاجي هنا معايا اجيب الكيلو دقيق، هضيف عليه ذره الملح او قرصه كده ما بين صوابعي، واقلبهم كويس جدا جدا عشان الملح يتوزع على كل الدقيق بالشكل ده. وهبدأ أضيف الدقيق، ويفضل إن أنت تضيفيه يعني دفعة دفعة كده، أو تضيفيه براحتك عادي. أهم حاجة إن إحنا ما نبالغش في الضرب بعد ما نحط الدقيق أو في العجن، يعني بنلم بإيدينا كده. وبعد ما حطيت العجين وضربته كويس لم كده سريع، قسمت العجينة، أخدت تلت سبته في حلة العجان، والتلتين خليتهم أبيض أو حسب رغبتك، بس عاوزة تعمليه نصين براحتك خالص. وضفت عليهم معلقتين كبار من الكاكاو اللي هو الأسباني اللي هو الخام، المر، يكون نوع جودته كويسة، باخد منه أفضل نتيجة يا حبايبي. وخفقتهم كويس جدا. ويا ريت العجينة معايا تكون في مكان بارد لو احنا في الصيف، ما تكونش في المطبخ او الدنيا حر، عشان ما تسيحش معايا. او لو الجو حر بزياده تشغلي مروحه، او بعد التشكيل كده تحط الصواني في التلاجة
عشان لو حطيتها سايحة مش هتاخدي أظبط نتيجة، وأنا عملته النهارده بالمكنة عشان يعني عاوزين الأشكال دي وشايفين اللهم بارك، لا بيمسك في المكنة ولا الأشكال مش مظبوطة، عشان المقادير مظبوطة بالظبط واخدة أفضل نتيجة للأشكال بتاعتي بالشكل ده يا حبيب قلبي. ممتازة ممتازة ورائعة وأكتر من رائعة كمان. العجينة في مكان بارد والعجينة بالمقادير مظبوطة اللهم بارك بالجرام وبالكوباية ممتازة. إن شاء الله نشكلها كده ونشكل كل الكمية. ولو أنا معايا قاعدة في مكان حر ممكن أشغل مروحة أو أحط العجينة في التلاجة الصواني وآخد واحدة واحدة كده أسوي في الفرن. ودرجة الحرارة يكون الفرن مولع مسبقا على درجة حرارة 180. أحط الصواني في الظرف اللي في النص وأشغل المروحة. وإن شاء الله لو الفرن بتاعك بيحمر هي بياخد اللون الفاتح خالص، افتح الدرجات الذهبي. بعد كده بيطلع اللهم بارك بالشكل الجميل ده والاشكال ما اتغيرتش، نفس ما انا حطيته طلع اللهم بارك وواضح قدامكم اللهم بارك. اكون مسيحه في الوقت ده حطيت معايا سبرينكل الوان الوان وشوكولاته او مكسرات براحتك خالص المتاح عندك او اللي بتفضليه. ومعايا 100 جرام من الشوكولاته الدارك مسيحاها بالشكل ده او اللي بالحليب او والبيضه. ومعايا البيضه انا حطاها دلوقتي تسيح، ممكن تحطيها في الميكرويف. هنحط بقى كده لان انا ما بفضلش المربى لو هيتركن شويه بتخليه يطرى معايا. انما اللهم بارك اللهم بارك الشوكولاته بتخليه جميل جدا جدا ومقرمش وتحفه. ولو انت عاوزه البوتفوريه دايبه قوي 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 ممكن تخلي الاربع بيضات 6 صفار. انما الاربع بيضات كاملين كان اكتر من رائع وممتاز جدا وتحفة يا حبايب قلبي. وبحط كده قطعة من الشوكولاتة في النص وبلزقها أول ما بتأكد إن هي مسكت كده. أو ممكن تحطيها ثواني كده تضغطي على كل الكمية تقفليها. وبعد كده تشكلي بقى من فوق بالشوكولاتة وتحط عليها السبرينكل أو المكسرات أو حسب اللي انت بتفضليه. ممكن هنحط برضو جزء كده بعد ما أقفله من النص بالشوكولاتة أحط عليه الشوكولاتة البيضة على الوش كده مع المكسرات مع السبرينكل ده حسب براحتك. بس تحفة يا حبيب قلبي المقادير مظبوطة. ولما نيجي نعمله بالشوكولاتة نحط واحدة جنب واحدة كده على صينية تكون كبيرة عشان ما يمسكش ببعضه أو يلزق. أنا لزقت كده جزء وسبت جزء كده وقت لو أنا عاوزة أعمله بالمربى يكون في وقتها عاوزة أحطه كده وأركنه في علبة وأقفلها كده لو علبة بلاستيك أو أحط في علبة أو كرتونة يكون أفرش كيس تلاجة كده واحطه عشان يفضل مقرمش ما يرطبش معايا يطلع بالتحفه والجمال ده. ان شاء الله ان شاء الله تجربوا المقادير الوصفه ديت بنفس المقادير هيطلع معاكم ممتاز. وما تنسونيش من دعوه حلوه والاشتراك في القناه اللي اول مره يشوفني